أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على قناة المغرب 24 الإخبارية. بعد موسم استثنائي بكل المقاييس، يواصل النجم المغربي أشرف حكيمي كتابة التاريخ، ويتوج رسميا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2025 في الحفل السنوي للكاف الذي احتضنته العاصمة الرباط مساء اليوم. حكيمي انتزع الجائزة من أمام أسماء وازنة، على رأسها المصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمان، ليؤكد من جديد أنه الرقم الأصعب في كرة القدم الإفريقية. تتويج حكيمي لم يكن مفاجأة بعد موسم عالمي توج فيه بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان على حساب إنتر ميلان، إضافة إلى الدوري الفرنسي والكأس وكأس السوبر الأوروبي، ثم وصفة كأس العالم للأندية، حصيلة جعلت منه المرشح الأقوى بلا منازع. قائد أسود الأطلس واصل أيضا تألقه الفردي بعدما احتل المركز السادس في جائزة الكرة الذهبية ليصبح أحد أبرز المدافعين في العالم. ويذكر هذا الإنجاز بالفترة الذهبية للكرة المغربية، حيث يعتبر مصطفى حجي آخر لاعب مغربي حمل هذه الجائزة سنة 1998. ورغم الإصابة القوية التي تعرض لها حكيمي على مستوى الكاحل في دوري الأبطال، فإن ذلك لم يمنعه من اعتلاء منصة التتويج القاري ليؤكد أن إرادة الأبطال لا تهزم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.